السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد بعد غياب طويل. النهاردة جينا لكم بفيديو لكتاكيت البيضة، وهنقول لكم على أسعار الكتاكيت البيضة، وهنقول لكم على استلام الدفعة، واستلم الدفعة على ايه، وازاي ابتدي التحضير في تحضير الدفعة. وطبعا اللي احنا مربيين فيها دي بطارية 3 ادوار. البطارية دي بتشيل 75 فرخة، ده على كلامهم يعني، بس هي هتشيل اقل من كده، حسبة 50 فرخة 55 فرخة، مش اكتر من كده. وطبعا هنبتدي ان شاء الله الفيديو. النهاردة اسعار الكتاكيت عمر يوم. كتكوت اللي قدامكم كتكوت ايفيان من شركة بلادي. الكتكوت النهاردة عامل 31 جنيه. النهاردة الكتكوت عامل 31 جنيه. طبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين احنا مستلمين الكتاكيت بقالها شوية. طبعا فردنا الشكارة تحت تمام، ورشينا عليها شوية علف، وحاطين سقاية مع ان في نبلة اهوت وفي كب. بس طبعا كل الحاجات ديت عشان خاطر الكتكوت ما يسردش، لازما اوفر له كمية العلف تحت رجليه عشان الكتاكيت ما تعملش سردة منه، وكل الكتاكيت تاكل وكل الكتاكيت تشرب. برضه اهو سقاية اهيت. واول ما نزلنا طبعا الدفعة استلمناها وحطينا لها طبعا الدواء اللي هو معالجة الجفاف اهو، اللي هو البيطري معالج الجفاف. ده بنحط منه معلقة كبيرة على لتر مية اهو. مش عارف واضح ولا لا، الإضاءة مش كويسة اهو. معلقة كبيرة على المية، على لتر مية. وطبعا بنشيله، ده هيقعد مثلا لحد بالليل، وبعد كده هنبتدي ان احنا نشيله بالليل، وهنبتدي نستقبل على طبعا اي دواء استقبال. ان شاء الله بالليل هصور لكم فيديو تاني عن الدواء اللي بعد محلول معالجة الجفاف. هنصور لكم فيديو تاني عن الدواء. طبعا لازم يكون حاجة معوية وتنفسية، عشان طبعا لو الام مصابة باي حاجة ما تتنقلش للعمر يوم. والايام الجاية ان شاء الله هنبتدي نصور مع بعض فيديوهات ان شاء الله، يعني هنبتدي نصور مع بعض فيديوهات، وهننزل فيديوهات زي الاول. القناة واقفة بقالها فترة ما مش شغالين، فان شاء الله هنبتدي نصور، وهنصور فراخ بيضة وفراخ بلدي، وهنصور بط. وان شاء الله كل الحاجات اللي هنصورها ان شاء الله تبقى حاجات شركات، مش هنشتغل في شغل شعبي تاني. شغل الرجال كله شغل شركات وشغل عادي. وهنتابع طبعا الدورة خطوة بخطوة، من اول عمر يوم لحد عمر الذبيح او عمر البيع، زي ما حضرتك بتربي في البيت او بتربي في مزرعة. فطبعا هنتابع من عمر يوم لحد عمر الذبيح. وهنبتدي بالدورة من اول عمر يوم، نبتدي نحط الادويه بتاعتها من عمر يوم لحد عمر الذبيحه. هنبتدي ان احنا نحط برضه ادويه الكوكسيديا والكوليستيريديا كل الادويه الوقايه، نبتدي نشتغل بيها على طوال الدوره. كل يوم هناخد نوع دواء، او كل يومين نوع دواء. وهنبتدي نوزن الكتاكيت يوم بيوم. النهارده انا ما جبتش الميزان، ان شاء الله في الفيديو الجاي بالليل نجيب الميزان. ونبتدي برضه احنا بنستلم الكتكوت نستلمه على الميزان، يعني الكتاكيت بتاعتك تستلمها على الميزان ما تكونش اقل من 40 جرام. كل ما تكون اعلى كل ما يكون احسن. الافضل تكون 45 جرام. ما تستلمش كتكوت 38 جرام 36 جرام، كل الكلام ده ما ينفعش تستلمه طبعا. وتظبط درجات الحراره، اهم حاجه شايف اللمض، تظبط درجات الحراره بتاعه المكان بحيث الكتاكيت ما تتلمش على بعضها. الكتاكيت هنا مفرده اهي، عشان الكتاكيت ما تلمش على بعضها، تكون ظابط درجة الحرارة بتاعت المكان، وعشان خاطر الكتاكيت ما تتأذيش منك. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله نبتدي في اول جرعة دواء من التنفسي والمعوي وأدوية الوقاية.
ونبتدي نوزن لكم الكتاكيت بالليل في الفيديو الجاي ان شاء الله. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.